النهاردة أول يوم في صيام الآباء الرسل. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. سمعت فيديو لأبونا داود لمعي بيجسم لنا سفر أعمال الرسل بطريقة جميلة جدا وسهلة، فحبيت أشارككم بيها. في البداية ناخد مقدمة عن سفر أعمال الرسل. كاتب السفر هو القديس لوقا الإنجيلي اللي كتب لنا إنجيل لوقا، وده كان من أنطاكيا، وكان طبيب ورسام، وهو اللي ساب لنا صورة أمنا العذراء. اتكتب سفر أعمال الرسل في روما. القديس لوقا الإنجيلي كتب إنجيله في 33 سنة تقريبا، وانتهى بصعود الرب يسوع. ولما كتب لنا سفر أعمال الرسل بدأ بصعود الرب يسوع، واتكتب سفر أعمال الرسل في 30 سنة، يعني اتكتب ما بين 33 ميلادية ل 63 ميلادية. بنسمي سفر أعمال الرسل هو سفر الكنيسة الأولى، أو شكل الكنيسة الأولى وتأسيس الكنيسة الأولى. تعالوا مع بعض نجسمه. الإصحاح الأول هنسميه متياس. طب ليه هنسميه متياس؟ التلاميذ لقوا عددهم بيجي 11 بعد يهوذا ما مات، فهم بيصلوا لقوا المزمور بيقول لهم يأخذ وظيفته آخر، فعرفوا إن ربنا بيقول لهم كملوا العدد بتاعكم بواحد مكان يهوذا، فعملوا جرعة ما بين يوسف ومتياس، ووجعت الجرعة على متياس. الإصحاح الثاني هنسميه يوم الخمسين. الرسل كانوا مجتمعين مع بعض بعد 10 أيام من صعود الرب يسوع. في الوقت ده سمعوا صوت رياح شديدة، وجات على رؤوسهم ألسنة منقسمة من نار. وفي الوقت ده كان حاضر ناس كتيرة جدا، وآمن منهم 3000 شخص. الإصحاح الثالث والرابع هنسميه الأعرج. بطرس ويوحنا كانوا طالعين الهيكل يصلوا صلاة الساعة 9. في الوقت ده كان موجود رجل أعرج، كان دايما بيقعد عند باب الهيكل الجميل، وهم داخلين فمد ايديه بيطلب منهم صدقة. فراح رد عليه بطرس وقال له احنا معناش فلوس، بس اللي معانا ونقدر نديهولك هنديهولك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. فبالفعل قام، والمعجزة دي اتعرفت لكل اليهودية، لان الشخص الأعرج ده كان مشهور جدا ومعروف، لان كل اللي داخل الهيكل يصلي عارف الشخص ده انه أعرج. وفي الوقت ده بطرس شهد للمسيح ووعظ وعظة جميلة جدا، والأحداث خدت معانا الإصحاح الثالث والرابع. أما الإصحاح الخامس فهنسميه حنانيا وسفيرة. في الوقت ده كان عدد المؤمنين ابتدى يكتر جدا، وكانوا بيتشاركوا مع بعض كل حاجة. فكان كل اللي عنده بيت أو أرض بيبيعها وبيجيب الفلوس بتاعتها وبيحطها تحت أقدام الآباء الرسل. فراح حنانيا كان عنده حتة أرض باعها، بس للأسف دخل الشيطان بينه وبين مراته، وقالوا إن احنا ممكن ناخد جزء من الفلوس دي ونخليها لينا وما نديش الرسل كل الفلوس. فراح بالفعل دخل حنانيا في الأول وراح عطى الفلوس للرسل، فبيسألوه هو أنت بعت الأرض بتاعتك بالفلوس دي؟ قال لهم أيوه. فقالوا له مالك تجدف على الروح القدس؟ فوجع في الحال ومات. ودخلت سفيرة كررت نفس الكلام وماتت هي كمان. 6 و7 هنسميه اختيار 7 شمامسة لمساعدة الرسل. في الوقت ده كان في أرامل من أصل عبري وأصل يوناني، وعددهم كان كتير جدا، وابتدت تحصل أزمة ما بين مين ياكل الأول، وما كانوش عارفين يوزعوا البركة لأن عدد الناس ابتدى يكتر جدا. فاقترح في الآباء الرسل قالوا ما ينفعش إن احنا نسيب خدمتنا، خدمة الوعظ والصلاة ونخدم موائد. فاقترحوا إن هم يختاروا 7 شمامسة، وكان أولهم هو استفانوس. في الإصحاح السابع هنلاقي استفانوس بيوعظ وعظة جميلة جدا، وفي الآخر هيرجموه. إصحاح 8 هنسميه فيلبس، وكان ده تاني واحد من الشمامسة بعد استفانوس. بعد ما استشهد استفانوس ابتدت الناس تتشتت لأن كان فيه اضطهاد، فراح فيلبس السامرة وابتدى يبشر هناك ويوعظ، وآمنت هناك ناس كتيرة جدا، لدرجة إن آمن من وسطهم واحد اسمه سيمون الساحر. بس بعد ما زاروا يوحنا وبطرس عرفوا ان سيمون الساحر كان ليه اغراض تانية مش كويسة. وهنلاقي في نفس الاصحاح ان اول خصي حبشي يدخل الايمان. الخصي الحبشي ده او الوزير الحبشي كان وزير لكنداكا اللي هي ملكة الحبشة. فيلبس رافق المركبة بتاعته وركب معاه، وابتدى يبشروا بالرب يسوع المسيح وآمن واتعمد. أعمال 9 هنسميه شاول، وهنا أول مرة هنسمع اسم بولس. شاول كان رايح واخد معاه جوابات عشان يمسك المسيحيين اللي هم من أصل يهودي ويقدمهم للمحاكمة،
وهو في طريقه ظهر له الرب يسوع وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وبعدها جاله حنانيا وصلاله وبشره بالإيمان ووجعت جشور من على عينيه. 10 و11 هنسميهم كرنيليوس، ودي قصته جميلة جدا بصراحة. كرنيليوس ولا كان يهودي ولا كان مسيحي، ده كان قائد 100 لكتيبة بنسميها الإيطالية. في يوم بطرس وهو بيصلي نزلت ملاية كده من السماء وفيها حاجات كتيرة، وقال له: قوم اذبح وكل. فقال له: لا، انا ما اقدرش اكل الحاجات دي. فراح رد عليه صوت وقال له: ما طهره الله لا تدنسه انت. في نفس الوقت ربنا بعت ملاك لكرنيليوس وقال له: ابعت هات بطرس وهو اللي هيبشرك بالخلاص. وبالفعل راح بطرس لكرنيليوس ولقي هناك كرنيليوس مجمع عيلته واصحابه واصدقائه وحبايبه، الناس اللي هو القريبين منه واللي بيحبهم. فوعظهم بطرس وحس كده من جواه بدفعه ان هو عايز يعمتهم، وبالفعل امنوا. وكان كرنيليوس وعيلته اول ناس من الامم يدخلوا المسيحيه. اعمال 12 هنسميه يعقوب. هيرودس في الوقت ده اساء للكنيسه وقتل يعقوب اخو يوحنا بالسيف، وده كان اول شهيد من التلاميذ ال12. وهنلاقي في نفس الاصحاح ده بطرس اتسجن بس الملاك طلعه من السجن. وفي نهايه الاصحاح هنلاقي ان الرب يسوع اخذ حق الكنيسه من هيرودس ومات موته بشعه جدا، بان الدود ابتدى ياكل في جسمه لحد ما مات. الاصحاح 13 وال14 هنسميها الرحله الاولى. طلعوا من أنطاكيا وكان معاه برنابا، لفوا آسيا الصغرى وابتدوا هناك يبشروا ويوعظوا ويعملوا معجزات ويرشموا كهنة. ولما رجعوا لقوا أزمة كبيرة في الكنيسة وهي أزمة التهود. أما الإصحاح 15 فهنسميه مجمع أورشليم. 16 17 18 دي الرحلة التبشيرية الثانية. 19 و20 دي الرحلة التبشيرية الثالثة. من 21 ل 28 هنسميه سجن بولس. السجن بولس في اورشليم وترحل بعدها لقيصريه، ومن قيصريه اترحل لروما. وطبعا في وقت السجن ده كان في مؤامرات وحاجات كتيره جدا. وبينتهي سفر اعمال الرسل بوجود بولس الرسول في سجن روما في انتظار المحاكمه. اتمنى تكونوا اتبسطتوا من الفيديو، وشاركونا وقولوا لنا رايكم محتاجين نتكلم في ايه الفتره الجايه.